معاكم مرة تانية، وتعالوا هعمل لكم سمكة بطريقة حلوة خالص وسهلة خالص وجديدة عليكم. ما اعتقدش ان انتوا شفتوها قبل كده في اي حتة. لان يا جماعة انا عايز افهمكم حاجة مهمة قوي، ان الحاجات اللي انا بعملها ديت معظمها حاجاتي انا، يعني انا اللي مألفها. وفي حاجات بعملها لكم وانا واقف كده بتطلع مني، يعني الحمد لله الحمد لله رب العالمين. فتعالوا هعمل لكم سمكة بطريقة حلوة قوي. هتجيب السمكة بتاعتك تنضفيها اهي، تفتحيها. تجيب السكينة من فوق كده تعديها من الراس. تحت السمكة عندك اهو. بعدين انا شايف ان في مصر في حرب نفسية على الناس في الاكل وفي الشرب، وخدوا بالكم السمك فيه مرض، خدوا بالكم الفراخ فيها مرض، خدوا بالكم والله العظيم ده كل ديت اشاعات وكل ديت حاجات امراض نفسيه. انت متعوده نفسك بتجيبي سمك من عند فلان طول عمرك بتجيبي منه، هاتي منه. نضف السمكه وتشيل الشوكه بتاعتها بالايه، بالشكل ده. تشيل المصارين بتاعتها بالشكل اللي قدامك ده. تعالوا نغسلوها، تغسليها تحت الميه تنضفيها. بقى انت الكميه اللي انت هتعمليها سمكايه 2 3 4 اللي انت عايزاه. وفتح السمكه يا جماعه مش صعبه، يعني سهله قوي، بس خدي بالك من ايدك وانت بتفتحيها. تمام. بتجيبي عندك بطاطايه او 2 أو 3 متقشرين، هتبشريهم بالشكل ده. يبقى احنا جبنا السمك نضفناها وفتحناها، وجبنا بطاطايه بشرناها. البطاطايه اللي بشرناها ده يا جماعه هنحط عليها شويه ملح، شويه فلفل اسمر، شويه زيت. عندك الروزمارين وده او ما عندكيش مش مشكله، بس انا اعرف ان في كل حاجه في مصر دلوقتي. شويه الروزمارين بتاعنا ده وبتقلبيه. في حاجه مهمه يا جماعه المفروض تعملوها، لو انت حاسه ان البطاطس اللي عندك اللي انت استخدمتيها بطاطس قديمه، تحاولي بعد ما تبشريها تغسليها وتعصريها عشان بيبقى فيها نشا ياما. وبتجيب الصينيه بتاعتك مغصه كارت دي فورنو. انا كنت عايز اعمله لكم النهارده بالبتنجان، بس عايز اغير شويه يعني عشان اقول لك مال الشيف ده ماله ومال البتنجان، مع اني انا بموت في البتنجان والله وشغله حلو جدا. وهعمل لكم بيه حاجات ياما. خلاص ان شاء الله واحده واحده احنا مع بعض اهو باذن الله. تمسكي بالطريقه دي، تحطي البطاطس بتاعتك، تغطي بقى السمكه بالشكل ده. حطها في الفرن لمدة 20 دقيقة على 230 درجة. وما تطلع هوريها لكم. عايز اوريكم حاجة تانية يا جماعة مهمة. تعالوا نعملوا طبق باستا بالجمبري. ادي الجمبري اهو نقشره. انتوا فاكرين انا قلت لكم منه اللي فاتت؟ الحلقة اللي فاتت قلت لكم ان القشر بتاع الجمبري ما ترموهوش. هعمل لكم طبق مكرونه النهارده سهله يعني لدرجه ما تتخيل. الحمد لله الحمد لله، انا كل حاجه بعملها لكم بحاول ابسطها وبحاول اسهلها عشان ايه ما تبقاش الامور معقده معاكم زي الشيفات الله يكرمهم التانيين يعني. طبعا دي الناس معلمه وربنا يكرمهم، واحنا ناس على قدنا يعني. تنضفي البطن بتاع الجمبري كده زي ما وريتهولك، وبتقطعيه حتت صغيره بالشكل ده. تمام. اوكي. بتجيبي بصلايه، تقطعي البصلايه. انا قبل كده قلت لكم السمك اللي بيتعمل ما بيتحطش معاه بصل، بس مع المكرونات بيتحط بصل. بصلايه صغيره خالص اهي.
بتجيب الطاسه بتاعتك، حط فيها البصل، حط فيها الجمبري، حط فيها شويه الزيت بتوعك، ولو عندك حته زبده حطيها. خش كده عشان نوريهم بس ابو اليسر الله يكرمك. بالشكل عندك كده، سيبيه يحمر في الطاسه بتاعتك. طبعا هو كده بتديله سنه الملح بتاعته، سنه الشطه، سنه الفلفل زي ما بتحب. ده بقى تعمليه مع اي نوع سباكيتي، نوع باستا فيتوتشين، اي نوع انت عايزاه واي نوع انت حباه، بس انا حابب اعمله بالمكرونات اللي احنا بنعملها على ايدينا. يعني احنا في مكرونات هنا كلها بنعملها على ايدينا، هي انا حابب اعملها كده لان بيبقى بصراحه طعمها حلو شويه. تمام. المكرونه دي هتطلع معاكم تحفه يا جماعه، وهتحبوها جامد 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 لان الطريقه بتاعتها حلوه. اهم حاجه بس زي ما قلت لكم انا الكريمه اللباني اللي انتوا هتحطوها في مصر. ما عندكيش كريمه لباني، بتجيب رز لبن وتحط عليه شويه قشطه وتضربيهم في بعض، هو دي بيبقى الكريمه اللباني. بس الكريمه اللباني طبعا نحط عليها كبشه طماطم، نحط عليها شويه الكريمه اللباني ونحط المكرونه بتاعتنا في الميه. تطلع معاكي بالشكل ده اللي هو الكريمه السلمونيه ده، او الكريمه شكل الكريمه بتاعتنا. طبعا الفيديو ده انا مش هقطعه لكم عشان هو فيديو يعتبر صغير، يعني مش هقطع واكمل. هي خلاص الفوتوتشينه ساعه ما بتقوم على وش الميه كده معانا استوى. احنا كده يا جماعه نعيد مع بعض. عملنا لكم الجيلات النهارده. الجيلات عباره عن 5 بيضات صفار وبياض، ونص كيلو كريمه لباني، 500 جرام سكر، نص كيلو، و100 جرام اللي هو اي حاجه من المكسرات اللي عندي. عملنا لكم السمكه في الفرن بالبطاطس، عملنا لكم الاسكالوبينا اللي انتوا شفتوها معانا الليموني، وبعمل لكم طبق مكرونه اهوت عشان ابقى عوضت لكم امبارح. اي حاجه تعمليها طلعت معاكي مش مظبوطه، طلعت معاكي في اي حاجه، اي استفسارات شاعي لي وانا هكلمك، ابعتي لي على الصفحه بتاعتي وانا هرد عليكم كلكم ان شاء الله. طيب معاك المكرونه طلعتها حطيتيها. ومش شرط البصل احمر، اي بصل، اي حته بصلايه عندك مش مشكله، مش شرط يكون بصل احمر. بتجيب الطبق هنا اهوت اللي هتفضي فيه، تحط عليه شويه كرابس او شويه اللي هو متقطع، تعالوا اوريكم السمكه برضه. السمكه في الفرن اهي، شفتوا بدات السمكه تعمل ازاي؟ ساعه ما تحمر هيبقى البطاطس كلها تبقى تعطيك نفس اللون ده، ساعه ما تحمر تديكي نفس اللون ده تشيليه. وطبيعي السمك ما بيعوزش حاجه كتير في الفرن، يعني ما بيعوزش وقت كتير. المكرونه يا جماعه اهم حاجه ما بتحطها بتشرب الصلصه بتاعتها، طول ما بتشرب الصلصه بتاعتها بتبقى اطعم واحلى، لان هنا الطريقه ما بياكلوش المكرونه مستويه جامد،
فاحنا بنحاول نطلعها نص سوا او حاجه بنسواها نكمل سوا في الطاسه بتاعتنا. ان شاء الله هعمل لكم الكريم كراميل، هعمل لكم التيراميسو، هعمل لكم موس الشوكولاته، هعمل لكم كل الحلويات. الحمد لله الحمد لله يعني فوق ما تتخيلوا، الحمد لله رب العالمين. هعمل لكم جميع انواع الحلويات وجميع انواع المكرونات ومش هكل ولا مل باذن الله. هذه المكرونه عندنا كده تعتبر خلصت اهي. تاخديها تفضيها بالشكل ده في الطبق بتاعك وريحتها جميله. حط شويه الجمبري والحاجه بتاعتها على الوش كده. اهي وبالهنا والشفا، واشوفكم ان شاء الله. لو عرفت اصور لكم حاجه النهارده انا هصور، ما عرفتش اشوفكم بكره باذن الله. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، والنهارده 5 رمضان اهوت، وان شاء الله ان شاء الله يا رب اكون بسطتكم النهارده واكون في التكو، واستنوني الحلقه الجايه ان شاء الله والتصوير الجاي باذن الله. والسلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين. مع السمكه اهيت كنت حابب اطلعها واوريها لكم زي ما انتم شايفين اهي. تشيل الصينيه، تحط الكارته زي ما هي كده على البتاع، الطبق اللي انت هتحطيه شد الكارته واحده واحده تطلع معاك السمك. كده شويه السمك بتاعها، شويه الزواق، وبالهنا والشفا. اشوفكم على خير ان شاء الله المره الجايه. السلام عليكم.